المصلي البحريني. بسم الله. أحب أقلب الرز كذا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شوف الحشو ما شاء الله تبارك الله. يا عيني شوف التحفة. ألذ وصفات المطبخ البحريني المصلي البحريني، وسويته قبل وجاز لي بالحيل وعدته أكثر من مرة، لكن اليوم بنسويه بقدر الضغط بوقت أقل. مصلي بحريني بقدر الضغط. تابعوا معنا التفاصيل حياكم الله. أول شيء بنسويه عندنا الرز مغسول ومنقوع، راح نسويه رز مشخول. يعني شلون؟ بنطبخه مع مطيبات وملح 70%، وبعدين نشخله من الماء. هذه البهارات أساس المصلي البحريني، بحط لكم المقادير بالضبط. راح نخلط كامل البهارات هذه ونتبل فيها الدجاج ونتبل فيها الحشو. الحشو عندنا هنا الحمص المكسور مغسول ومنقوع قبل ساعة، وزبيب وبصل وبطاطس وزنجبيل وثوم. نخلط البهارات مع بعض. بسم الله نبدأ نجهز الحشو. الزبيب والحمص والبصل بطاطس كلهم مع بعض، زنجبيل والثوم نخلطهم مع بعض. نضيف نصف البهارات على الحشو. تبل الدجاج، نضيف على الدجاج زيت نبهره. نستخدم للطبخة قدر الضغط البي ان الكوري، هذا اللي يجي مطلي بالتيفال علشان يناسب المصلي. إذا قلبناه ينقلب كامل الحشو. أول شيء بضيف السمن، بضيف من الحشو بدون البطاطس حمسة بسيطة. أضيف الدجاج بالمقلوب علشان إذا قلبناه يكون على الجلد، ونضيف باقي الحشو والبطاطس. نزع البطاطس والحشو. لا، عندنا الرز المشخول سلقناه تقريبا 70%. الأخير بضيف ماء ورد مع زعفران في النكهة. نقفل على قدر الضغط. أول شيء على حرارة عالية. أول ما يضغط بهدي الحرارة بالحيل 30 دقيقة على نار هادية مرة. مصلي جاهز. بسم الله. بسم الله. باخذ الرز اللي فيه زعفران خليه فوق عند التقديم. وهذا المصلي البحريني. شفتوا من أفضل أطباق الرز، وخطواته جدا سهلة. شوف الدجاج شلون مستوي، ذايب بالحيل، والحشو شيء رهيب مرة. بسم الله. صراحة لذيذ جدا. أنصحكم بهذه الوصفة. بحط لكم المقادير بالضبط. الدجاجة واحدة شيء خيالي. الطبقة الثانية الرز الأبيض فيصير ألوان. بوريكم كل شيء. شوفوا استواء البطاطس على طول.